هنعمل شيش طاووق حلو قوي. ممكن يتعمل بصدور الفراخ وممكن بدبابيس الفراخ المخليه، بس دبابيس الفراخ المخليه غاليه قوي، يعني الكيلو بتاعها غالي، عشان طبعا بيطلعوا منها العظم ويخلوها ومش عارفه يقعدوا كده يسنجفوا فيها، فبيبيعوها غاليه قوي. اول حاجه هنحط بقى التوابل بتاعته، التوابل العاديه اللي عندك في البيت: الملح والفلفل والكمون والبهارات والفلفل الاحمر الحلو وشويه زعتر وشويه ملح، وهنحط لها كوبايه زبادي. وهنقلبها تقليبه حلوه، وهنحط شويه زيت صغيرين كده. لو تقدري تحطي الخلطه دي وتنقعيه شويه يشرب منها خير وبركه، عاوزه تعمليه على طول مفيش اي مشاكل. هنحط بقى عليه كل الخضار ده عشان ياخد منه طعم، عشان ياخد طعم، يبقى كله متطعم من بعضه، ما يبقاش في حاجه حيقه وحاجه لا. وبعدين الوان حلوه للعيال، ما احنا بنقعد نقول اكلوا العيال حاجات حلوه وحاجات ملونه. دي بصلايه هنقطعها كده ايه، يعني اجنحه، بس اجنحه عريضه شويه. هنحط الملح والفلفل والزعتر والبهارات والكمون والفلفل الاسود وشويه زيت زيتون او زيت عادي وشويه وقرن فلفل اخضر وبصلايه وقرن فلفل احمر، ولو في قرن فلفل اصفر يبقى حلو، وكله في قلب بعضه كده اهو. زوقيه بقى كده. ادي الشيشه اهو، ادي الخلطه بتاعت البصل والطماطم اللي كانت تحتيه اهو. ممكن نحطها برضو كده. نيجي لينا الشيش بقى، ده سهل، ممكن تعمليه باللي هو دبابيس الفراخ المخليه، وممكن تعمليه بصدور الفراخ، بس بصدور الفراخ طبعا ارخص. بيبقى سهل، بتحطي ملح كمون بهارات كل التوابل اللي تحبيها.